ايه، زهقت ولا حاجة؟ لا ابدا، قلت لك انت مميز وانا عايز اكمل كلام معاك. ياه، مش هعرف اضايقك للاسف على الكلمتين الحلوين دول. المهم، قول لي بقى سر الصنعة. عايز اعرف طريقتك في انك تخلي الشخص تحت سيطرتك. كل واحد وليه دخله، كل واحد بيفتح لي باب معين، وانا بذكائي بختار الباب الصح اللي هدخل لك منه اسرع، والوقت المناسب اللي ابدا اوسوس لك فيه، وخليك مش بتقاوم لتفكيرك. ابدا اجيب في دماغك حاجات انت نفسك فيها، ودي حاجه سهله عندكم قوي. افكرك بسجاره، موقع، سب، خناقه، اي حاجه من دي. ببدأ أمهد لك الأول بتفكير بسيط ووسوسة خفيفة، وبعد كده أسيطر عليك تدريجي وأزود في تفكيرك الفكرة اللي نفسك فيها، وإزاي هتبقى مبسوط ومستمتع لما تقوم دلوقتي تعمل اللي بنصحك بيه. في بيتعبني ومش بيسمع من أول مرة، بس على مين؟ مفيش أحلى من الصبر، وأنا كده كده هجيبك. لو قعدنا مع بعض قد إيه هخليك تعمل اللي أنا عايزه. تيجي بقى مرحلة أزود فيها العيار شوية بتاع الوسوسة والإقناع، لحد ما أخليك تاخد بس أول خطوة، وابدأ أسيب إيدي وإنت شغال مع نفسك، وأرجع أكمل شغل معاك حاجة بسيطة علشان ما تفوقش ويفضل تفكيرك مشغول، وهكذا تفضل حاسس إن عادي ما حصلش حاجة مرة من نفسك، وتعمل اللي إنت عايزه بعدها عادي. بس انتوا ما بتقدروش تقاوموا احتياجكم للدوبامين ولذة المتعة، وكل اللي أنا بخليك تعمله بيعلي الدوبامين في جسمك، فبحسسك بسعادة وراحة ما بعدها راحة. الحياة الطبيعية اللي انت رامي نفسك فيها مش مدياك نفس المقدار من السعادة والمزاج، ولو حتى بطلت تسمع كلامي هتفضل محتاج لنسبة الدوبامين اللي مخلياك بتفرك وعندك أعراض انسحاب. هسيبك ترجع عن طريقي وتتوب وكل حاجة، وفي الوقت المناسب أعيد نفس الكرة تاني، أخليك تقع تاني وتبقى كده فريسة مضمونة بالنسبة لي، وعملت كل اللي أنا عايزه فيك، وخليتك تعمل اللي انت عايزه بإرادتك انت. مش هضربك على ايدك، انا مهدت لك الطريق مش اكتر. ايه رأيك؟ مش بقولك انا الذكاء؟ ايوه 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 ايوه، كمل صح. سؤالي بقى ليك، عمرك حسيت انك عايز تعيش شوية من غير قيود، تبقى بحريتك؟ انت مقتنع بكلامك ده؟ انت عارف يعني ايه حرية اساسا؟ طبعا الحرية انك تعمل كل اللي نفسك فيه من غير قيود ولا اي قانون يمنعك، ولا فروض تضيع وقتك وتكبتك. كل شخص حر يلبس اللي هو عايزه، كل واحدة حرة في جسمها، وكل شخص حر في انه يتبع اي طائفة نفسه فيها، وكل راجل حر انه يحب اي شخص، مش لازم كله يبقى واحد وواحدة. كل شخص حر، لكن هتتبع الدين والفروض والكبت ده كله، هتبقى مكسب ازاي؟ هي اسمها حرية ليه؟ لا 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 خالص. الحرية ان اعمل كل اللي نفسي فيه، بس ما يبقاش فيه اذية لا ليا ولا لغيري. وكل ده متاح اقدر اعمله وانا بطيع ربنا ومش ناسيه، ولا شايف ان ربنا فرض عليا قيود مضيعة وقتي وكبت حريتي. انا اقدر اسافر وانبسط والعب واعمل كل حاجة تخليني مبسوط وحر وطليق. اقدر اشتغل بالحلال واعمل فلوس واعيش، كل ده عادي. بس الاهم، لو مش بطيع ربنا وبعمل اوامره، ممكن كل ده يضيع من ايدي، وما اقدرش حتى اقوم اروح الحمام اللي جنب اوضتي علشان بس ربنا مش راضي عليا. قول لي بقى كده، الحرية من غير قيود ولا فروض فادتني بايه؟ كلنا نقدر نبقى احرار، وفي نفس الوقت وانا بعمل كل ده اقدر افضي 10 دقايق اصلي وادعي ربنا انه يديم عليا النعمة واكمل حياتي عادي. اقدر في ساعتين بالليل قبل ما انام اصلي القيام واقرا قران وافهم تفسيره عادي. اقدر ان اغض بصري، وفي نفس الوقت اقدر ان اتقدم لبنت واعمل شرع ربنا واكون اسره والكل يبقى مبسوط وانا كسبان اسره وحريه. والحلال في اني اتعايش واتجوز بالمفهوم الصحيح. لكن ان انا ابقى شاذ عن القواعد هكسب ايه؟ هكسب مرض، وهتنبذ من الكل، وهكسب غضب ربنا. انت شايف ان الحريه في ايدك، بس الحقيقه العكس، انت الذل هو اللي في ايدك. انت معظم اللي سامعين كلامك مش عارفين يطلعوا للعلن يقولوا احنا بنعمل كذا وكذا. لا، الكل بيعمل الغلط في الدرة علشان ما يتشافش ويبقى ملعون وسط الناس. ده بسبب الخوف من اللي زيك اللي كابتين الحرية. لا، وانت الصادق. احنا بنخاف من ربنا ومنرضاش حد يتعدى على فروض وشرع ربنا. كل الابحاث الطبية والعلمية اثبتت ان شرع ربنا وفروضه اكتر حاجات مفيدة لكل انسان. الخمور بتدمر الصحة، الشذوذ مش محتاج اتكلم، مرض وقرف وذل، العري بيرخص من الشخص لانه بيبقى عامل له سعر معين. والانسان اللي عارف قيمة نفسه وعارف كلام ربنا كويس، عارف ان مفيش حد فينا ينفع يقيم جسمه بفلوس. احنا اغلى من كنوز الدنيا،
ده لو كل ده حرية تولع الحرية والله. انا عن نفسي احب اعيش وانا عامل الواجبات اللي عليا واعمل اللي يبسطني وانا تحت شرع ربنا ومحكوم بفروض ربنا، حتى لو هيتقال عليا متخلف او مش حر طريق. الحرية قال والله ده انت طلعت بخ خالص.